الا شفتي شي دميه كتراقبك، واش غادي تفكرها غير لعبه عاديه؟ دابا تخيل جزيره كامله كل شجره فيها دميه مصنوغه، ولكن بين الدمى كاملين دميه وحده، دميه اللي ما جات من متجر الالعاب، ولكن جات من جثه ديال طفله غرقات. هذا المكان موجود وحقيقي، سميتو جزيره دمى. قبل ما نكمل هاد القصه ما كراش كليك على ديك ابوني سيبورتي خوك. يلا مشينا. القصه اللي غنعاودها اليوم بدات قبل من 50 عام دابا مع راجل مكسيكي سميتو دون جوليان سانتانا باريرا. كان عايش بوحدو في جزيره معزوله. دون جوليان هو خارج يجمع الحطب جنب داك الوادي في هذيك الجزيره، غادي يصادف جثه ديال طفله صغيره غارقه قرب الجزيره. ما قدرش ينقذها وما قدرش حتى ينساها. غادي يدوز شويه ديال الوقت، غادي يلقى دميه طافيه فوق الماء في البلاصه اللي لقى فيها الجثه ديال الطفله. قال انها ديال الطفله، ومن ذاك النهار بدا كيسمع واحد الهمسات واصوات ديال الطفله كتعيط ليه في الليل، ومن الخوف غادي يعلق دميه فوق الشجره باش يهدي روحها. ولكن ذوك الاصوات والهمسات ما حبسوش دون جوليان. هذيك الساعه غادي يجمع اي دميه كيلقاها قديمه مكسوره ما عندهاش العينين وحتى الدمى المحروقه. كاين كيقول كاين شي حاجه كطلب مني الحمايه. كل دميه كان كيشوفها كحارس باش تبقى روح الطفله بعيده عن الشر. ولكن مع مرور الوقت الجزيره غتولي مقبره ديال الدمى. اللي زاروا الجزيره قالوا اشياء ما كتفسرش بسهوله. كيقولوا كنشوفوا دومه كتحرك راسها، عيون ديال ديك الدومه كتبعك وانت كدوز، وحتى همسات واصوات وسط الاشجار، والصوت اللي ما كيتنساش صوت ديال ضحك طفله خفيف. وحتى السكان المحليين ديال ديك الجزيره كيقولوا حاجه واحده: الزياره ديال الجزيره في الليل فهي مخاطره حقيقيه. دون جوليان عاش اكثر من نصف قرن مع الدومه، كان كيهضر معاهم كيسمع ليهم وكيقدم لهم حتى الاكل والشاي بحال الا كانوا احياء. السكان ديال المنطقه غادي يسميوه اللوكو دولاس مينيكاس، الرجل المجنون بالدمى. ولكن هو كان كيقول الا حبس ما بقيتش كنسمع ليهم انا متاكد غادي تموت شي طفله اخرى. وهنا غتجي الصدمه الكبيره. دون جوليان غادي يلقاوه ميت في نفس المكان اللي لقاو فيه الطفله الغرقات، نفس القناه، نفس الوضعيه. بزاف الناس اعتبروا ان الجزيره هي اللي خدات روحه كما خدات روح الطفله. وكاينين اساطير اخرى كتقول ان اخطر دميه في الجزيره السميه ديالها لانينا، وكانت في الكوخ ديال دون جوليان اللي كيقرب ليها بزاف ولا حتى كيمسها كيجي واحد الحظ سيء، واحيانا ما كيرجعش بخير كما كان. كاين حتى الصيادين كيقولوا ان القوارب كتحرك بحدها نحو الجزيره بحال شي قوه كتجرهم اليها، كتقول لهم هبطوا لهاد الجزيره. اليوم الجزيره الدمى ولات غير مزار سياحي، الناس كيمشيو يشوفوا الرعب بعينيهم. ولكن خاصك تعرف كل دميه معلقه تما وراها قصه، وكل قصه وراها روح ما لقاتش الراحه. بعد اللي مشاو للجزيره رجعوا، ولكن ما بقاش كل شيء فيهم هو نفس الشخصيه اللي شافها في الاول. ودابا غنطرح لك غير سؤال: الا كنتي بوحدك وسط الدومه وواحد منهم حرك راسو، واش غادي تبقى ولا غادي تهرب؟ قرار عندك. ما كرهتش الا باقي ما كليكيتيش على ديك ابوني، كليكي عليها وقول لي شنو القصه اللي بغيتي نهضروا عليها المره الجايه. يلا تشالله.